بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا صباح الجمال، يا صباح الهنا على عيونكم، يا صباح السعادة. صباحكم كده مشرق بنور الله، صباحكم كله رزق وخير وبركة وطاقة إيجابية. صباحكم كده أبيض زي قلوبكم. النهاردة زي ما انتوا شايفين التراب، كمية التراب يا جماعة بصراحة أنا مش عارفة بتيجي منين، مع إن كل يوم بنكنس البلكونة دي بتنكنس، بس مش عارفة بصراحة الترابة دي على طول كده لازما على طول تلاقيها وتلاقيها كتيرة. يلا كده صباح الهمة، صباح النشاط، صباح الطاقة الإيجابية. دايما نعطر بيوتنا كده بذكر الله وبالصلاة على النبي، دايما نملى بيتنا كده بالحمد علشان ربنا يزيدنا من نعيمه. والله يا جماعة دايما كده احمدي ربنا، هتلاقي ربنا كده زادك من نعيمه. يلا بقى كده مع بعض نلم الغسيل بتاعنا، وهنعمل كمان مع بعض أكلة جبارة. هنعمل النهاردة يا جماعة أكلة جبارة، بس الأول كده يلا خلينا نشوف ايه اللي ورانا. زي ما بيقول شوية بقى كركبة كده في أي مكان في البيت لازم نبرع عليه كده ننضفه ونشوف هنعمل ايه. بصراحة يعني أنا حاسة إن أنا بغسل يعني كتير قوي. شايفين كمية الغسيل؟ أنا مش عاوزة أقول لكم يا جماعة، يمكن كل يوم بغسل، كل يوم بغسل. ربنا يخلي يا رب ويبارك لنا في ولادنا. انتوا عارفين دايما الولاد وهم بيكون في أرياف دايما اللبس على طول إيه بيتغير، لأن طبيعي انتوا عارفين بيبقى اللبس إيه عامل إزاي. فقلت بقى ألم الغسيل كده الأول وايه، ونطبق مع بعض الغسيل ونرتب الأوضة، وبعد كده بقى نعمل لكم النهاردة الأكلة العظمة اللي جوزي دايما كده بيطلبها مني، اللي بيحبها، اللي هي دايما ايه بلبس له الجلابية الصفرة. فعلا بحب البس الجلابية الصفرة، بيحب قوي لما البس الجلابية الصفرة علشان اليوم كله هيبقى صفار. خلاص اكيد عرفتوا هي ايه، بس هنعملها النهارده بطريقه حلوه قوي قوي، وهنحط فيها حاجات كده وتريكات هتخلي الاكله دي عظمه عظمه كده. تاكليها بقى وتتغدي النهارده احلى غدوه، مش مكلفه، وتاكلي احلى غدوه كده. شايفين الغسيل؟ يعني الواحد عماله اطبق واشيل واطبق واشيل. على فكره انا كنت يعني بقى بفصل شويه لان الهدوم كانت ايه كانوا كتير، وبعدين بقيت افصل شويه عشان ما تزهقوش برضو طبعا. وقلت ايه نكمل بقى مع بعض. حاولي كده برضو ايه لما يكون عندك حاجه او عاوزه تنفضي بيتك او ترتبيه او وراك اي حاجه تعمليها، ادي نفسك كده ايه احساس بالسعاده. ادي نفسك احساس بالسعاده، هتلاقي نفسك كده ايه والله مخلصه كل حاجه كده وانتي مبسوطه. ودايما كده اعملي في اي حاجه بتعمليها في البيت اعمليها برضا، حتى لو انتي تعبانه او كده، بس اعمليها. حتى لما تكوني بتطبخي او بتعملي اكل، والله العظيم لما بتيجي تعملي الاكل كده وتحسي ان انتي روحك حلوه او بتعمليه بحب للي هياكلوه، طبعا بتلاقي الاكله تطلع معاكي عظمه عظمه. غير لما بتكون داخله المطبخ وانت مقريفه او متضايقه او مش عاوزه تعملي الاكل، بتحسي ان الاكله بصراحه ما بتظبطش. لكن فعلا احنا دايما بندخل الحمد لله اللهم لك الحمد المطبخ علشان بنعمل لولادنا واهلنا، فدايما ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. يلا بقى كده ايه قمنا بقى على الانتريه بقى، قلت انفضه اديله تنفيضه كده وارتبه. الولاد كانوا بيذاكروا طبعا ورامين هنا وهنا، لميت كله وقلت ارتبه بقى بما ان ايه لمينا الغسيل. فبعدين ايه يا جماعه اهم حاجه عاوزه منكم بقى ايه تشجيعه كده حلوه منكم، تشجيع ليا للقناه علشان يعني ايه نكبر بيكم ونعمل عيله كبيره كده وعزة عامر تكبر بيكم. يلا بقى لو ما اشتركتيش في القناه اشتركي من كلمة الاشتراك وفعلي زر الجرس علشان كل ما اعمل اي فيديو جديد يوصلك، وان شاء الله هتخرجي من قناتي مستفادة. شجعوني شجعوني وادعموني باللايكات بتاعتكم والكومنتات الجميلة بتاعتكم. وشكرا للناس اللي بتتابعني، شكرا للناس الجديدة اللي بتتابعني والناس اللي دخلت القناة. وجودكم فعلا بجد حاجة تشرفني، وجودكم ده بيديني امل، بيخليني استمر، بيخليني كده مبسوطة. ربنا يا رب يبسطكم كده ويفرح قلوبكم زي ما بتفرحوني. يلا بقى كده ايه زي ما انتوا شايفين خلصت تنفيض الأوضة ورتبتها، وعندي السجادة فعلا دي نضيفة يعني بكنسها بس كده لانها على طول نضيفة يعني. وبعد كده هرتبها وندخل بقى على العظمة يا جماعة، ندخل بقى على العظمة اللي هنعملها مع بعض
زي ما انتوا شايفين رتبنا الأوضة ونظمناها وخليناها فلة فلة هي ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. عملنا ايه بقى النهاردة؟ شايفين كده عرفنا بقى احنا عملنا ايه. بس انا يا جماعة معلش ما صورتش المقطع بتاع وانا بسلقه. بصلاية معاه، جزراية، طماطميتين، بطاطساية، ممكن تحطي فص توم وشوية ملح وبتحطيه يغلي لحد ما يتسلق العدس الاصفر. يلا بقى قومي هاتي ربع كيلو عدس اصفر واعملي احلى غدوة النهاردة لجوزك. شايفين حطيته بقى بعد ما انسلق خالص وداب، اديته فرمه في الخلاط فرمتين كده. شايفين لونه والله حاجه عسل كده عسل. خلاص كده بعد ما انسلق كويس جدا يا جماعه في ميه عادي غسلته كويس وحطيت بصلايه جزرايه بطاطسايه طماطميتين فص توم وحطيت له شويه ملح حطيته انسلق وضربته في الخلاط. بعد كده عندي شويه شوربه بقى قلت ادلعه يعني شويه النهارده. لو ما فيش شوربه ممكن تحطي شويه ميه يغلوا او شويه الشوربه يغلوا وبتضيفي بقى العدس اللي انت فرمتيه في الخلاط على الايه على الشوربه او على الميه دي. بصلايه يا جماعه بصوا مقطعاها صغير ومرطها بشويه فلفل اسود، شويه فلفل اسود كده صغيرين مرطها بيهم. بعد العدس ما غلي غلوتين كده مع الشوربه رحت ضايفه الايه البصلايه اللي انا قطعتها صغير ومرطها بسنه فلفل اسود. والله يا جماعه بتخلي العدس مش عاوزه اقول لكم في حته تانية خالص. بعد كده خد غلوتين بالبصلايه اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بحمر له الشعريه زي ما قلنا. لو ما عندكيش شوربه ممكن شويه ميه ومكعب مرق، بس انا بقى كان عندي شويه شوربه دول فقلت اما ايه اديهم غلوه علشان انزل بالعدس. لازما العدس يا جماعه وكان قوامه تقيل في الخلاط فلازما لانه بيختم وبيتقل اكتر. فبعد كده زي ما انتوا شايفين شويه شعريه بقى يا سيدي حمري كده وانزلي على العدس بالشعريه. هتاكلي شويه شعريه شويه عدس جمال كده. واعملي الخطوه دي. انا دايما بعمل العدس كده بخرط البصلايه زي ما شفتوا كده وبعد كده بمرطها بشويه فلفل صغيرين وبعد كده بضيفها تاخد غلوتين واكون حمرت الشعريه. احط الشعريه زي ما انتوا شايفين كده بيبقبق معانا. يلا بقى خريفي احلى شويه عدس بقبق بقى معانا كده واستوى وتسيبي الشعريه لحد ما تستوي تماما يا جماعه. الشعريه لحد ما تستوي خلاص كده العدس بتاعنا يكون استوى وكله خد من بعض والبصلايه اللي احنا مرطناها بشويه الفلفل استوت وادى طعم بقى للعدس. البصلايه بقى معانا شويه عدس قمر. شايفين؟ يلا لايكات كتير كده للفيديو. يلا عاوزين بقى نكبر بيكم وعزة عامر تكبر بيكم ونعمل عيلة جميلة مع بعض. احلى غدوة بقى شوية عدس مع شوية ليمون مخلل من اللي احنا كنا مخللينه يا جماعة. مع